تخيل معايا كده احنا في سنة 2030، انت لسه صاحي من النوم ماسك الموبايل على الرايق كعادتك، بتفتح الايميل جاتلك رسالة من الشركة: اسفين ملكش مكان معانا تاني. قلبك يقع في رجلك، اول حاجة تيجي في بالك ليه؟ تدور في التفاصيل تكتشف ان الشغل اللي كنت بتعمله بقى بيتعمل دلوقتي اوتوماتيك بالذكاء الاصطناعي او بواحد اصغر منك واسرع منك ومتعلم حاجات انت ما تعرفهاش. مش عشان انت وحش ولا عشان الشركة وحشة، لا، عشان المهارات اللي كانت زمان بتكفي بقت دلوقتي ولا تسوى حاجة. والدنيا يا معلم مش بتقف، كل يوم في جديد، في ناس بتسبقك وناس بتتأخر. والسؤال الحقيقي، انت هتكون في اي صف؟ هل هتستنى لحد ما الدنيا تخبطك على وشك، ولا هتبدأ من النهاردة تجهز نفسك وتتعلم الحاجات اللي تخليك سابق بخطوتين مش خطوة بس؟ احنا خلاص على اواخر 2025، والسنة دي مش سنة عادية، دي سنة هتفضل بين اللي بيواكب الدنيا واللي هيتنسي. سوق الشغل دلوقتي بيتغير بسرعة مرعبة، اسرع من اي وقت فات. كل يوم في تكنولوجيا جديدة بتطلع، افكار جديدة بتكسر القواعد، وشركات صغيرة بتطلع من تحت الأرض وتاكل سوق شركات ضخمة كانت مسيطرة من سنين. اللي بيحصل مش تغيير بسيط، دي موجة، والموجة دي يا إما تركبها وتوصل بيها بعيد، يا إما هتلاقي نفسك واقف على الشاطئ بتتفرج على غيرك وهم بيعدوا. الفكرة إن المنافسة دلوقتي مش بس مع الناس اللي حواليك، لا، أنت بتنافس ناس من بلاد تانية، من ثقافات تانية، بيشتغلوا أونلاين وبيقدموا نفس الخدمة اللي أنت بتقدمها، وأحيانا أرخص وأسرع. عشان كده النهاردة أنا جاي أقولك على أهم 5 مهارات لو حطيتها في دماغك وبدأت تتعلمها من النهاردة قبل بكرة هتضمن انك تفضل دايما موجود في الصورة، مش مجرد متفرج. وصدقني الموضوع مش صعب، بس محتاج منك قرار انك تبدأ دلوقت مش لما تضطر. بص يا معلم، في 2025 البيانات بقت الذهب الجديد، واللي بيعرف يستغلها هو اللي بيكسب السباق. كل شركة دلوقتي عندها كميات مهولة من البيانات، أرقام مبيعات، زيارات مواقع، تعليقات عملاء، تفاعل على السوشيال ميديا، لكن معظمهم مش عارفين يربطوا الحاجات دي ببعض أو يطلعوا منها قرارات ذكية. هنا بيجي دورك لما تكون عارف تستخدم أدوات زي إكسل المتقدم أو باور بي آي عشان تعمل تقارير، ولو حتى تحكم بتعرض الصورة كاملة، أو حتى بايثون وسيكوال عشان تحلل البيانات بعمق وتستخرج منها أنماط ومعلومات مهمة. مثال بسيط، تخيل محل صغير بيبيع اونلاين، لو مسكت بيانات المبيعات وحللتها ممكن تكتشف ان في منتج معين بيتباع اكتر في شهر رمضان، او ان اغلب العملاء من منطقة جغرافية معينة، او حتى ان فيه ساعات معينة في اليوم بيكون الاقبال فيها اعلى. المعلومات دي لو استخدمتها صح هتضاعف ارباحك من غير ما تزود مصاريفك. الموضوع مش بس ارقام، انت بتحول ارقام باردة لقصص وافكار تقدر الشركة تتحرك بيها. تخيل معايا شركة ازياء بتحلل تفاعل الناس على السوشيال ميديا وتكتشف ان لون معين او ستايل معين بيعمل ترند قبل ما اي منافس ياخد باله. هما بيبداوا يطرحوا المنتجات اللي عليها الطلب، وعشان كده الشركات بقت بتدور على الناس اللي تقدر تترجم الارقام لقرارات، ناس مش بس شاطره في التحليل لكن كمان بتعرف توصل النتائج للمديرين او العملاء بطريقه واضحه وسهله. فلو عايز تبقى شخص قيمته عاليه في اي شركه، ابدا دلوقتي وتعلم ازاي تتعامل مع البيانات، لان بكره الشركات مش هتسال انت بتعرف تستخدم اكسل، هيسالوك انت بتعرف تطلع من البيانات خطه تكسبنا اكتر. وهنا الفرق. مهما كانت شطارتك أو قوة شغلك، لو معرفتش تسوق لنفسك أو لمنتجك هتفضل مجهول زي مطعم حلو جدا في شارع فاضي مفيش حد يعرفه. التسويق الرقمي بقى أساس أي بيزنس دلوقتي، سواء بتبيع منتج أو خدمة أو حتى نفسك كفريلانسر، وانت مش محتاج تبقى أكبر شركة عشان تستخدمه. كل اللي محتاجه هو استراتيجية ذكية. عندك أدوات كتير، السوشيال ميديا زي الفيسبوك، انستجرام، تيك توك، لينكد إن، الإعلانات المدفوعة اللي توصلك لناس ما تعرفكش أصلا، وتحسين محركات البحث اللي يخلي موقعك او مقالاتك تظهر اول ما حد يدور على الخدمه اللي بتقدمها. مثلا لو حد بيبيع تيشيرتات على انستجرام من غير اعلانات او محتوى قوي، هيفضل يبيع لاصحابه واصحاب اصحابه بس. لكن لو عمل حمله اعلانيه مظبوطه واستهدف الفئه الصح زي الشباب من 18 ل 25 سنه اللي بيهتموا بالموضه، فجاه هيوصل لالاف الناس وهيبدا يبيع في اسبوع واحد اكتر من اللي كان بيبيعه في شهر. والاجمد من كده، التسويق الرقمي بيسمح لك تجرب وتقيس، يعني انت مش بترمي فلوس وخلاص، لا، كل اعلان او بوست بتقدر تعرف مين شافه ومين ضغط عليه ومين اشترى. والشطارة مش في انك تصرف فلوس كتير، الشطارة انك تعرف تصرف صح، تستهدف صح، وتعرف تقول الرسالة اللي هتخلي العميل يثق فيك ويشتري. كمان لو انت فريلانسر، التسويق الرقمي مش بس للمنتجات، هو كمان للبراند الشخصي بتاعك. تخيل لو كل اسبوع بتنزل محتوى يثبت انك خبير في مجالك، مع الوقت الناس هتبدأ تبعت لك شغل بدل ما انت تدور عليه. فالملخص، التسويق الرقمي هو الجسر اللي هيوصل شغلك للناس، ومن غيره هتفضل واقف مكانك حتى لو منتجك او خدمتك احسن حاجة في السوق.
مع كل التكنولوجيا اللي بتزيد وتسهل حياتنا، الهجمات الإلكترونية بتزيد أكتر وأكتر، والمشكلة إن أي اختراق صعب ممكن يقلب حياة شركة أو شخص رأسا على عقب. الشركات بقت بتدفع مبالغ خرافية لأي حد يقدر يحمي بياناتها، وده مش رفاهية، دي مسألة حياة أو موت للبيزنس. مثال بسيط، في شركات عالمية اتقفلت أيام بسبب هجمة إلكترونية واحدة. الهجمة دي وقفت الإنتاج، عطلت الموظفين، وخسرت الشركة ملايين في ساعات. تخيل معايا لو انت الشخص اللي منع الكارثة دي قبل ما تحصل، او اكتشف الثغرة قبل المخترقين، قيمتك هتكون فوق السحاب، وهتلاقي نفسك مطلوب في كل مكان. والامن السيبراني مش بس للشركات، حتى لو على المستوى الشخصي، النهاردة اي حد ممكن يتعرض لاختراق حساباته، سرقة بياناته البنكية، او حتى ابتزازه بمعلوماته الشخصية. تخيل حساباتك على السوشيال ميديا، ايميلك او صورك كلها فجأة تقع في ايد حد مجهول. عشان كده حتى لو مش ناوي تبقى محترف في المجال، لازم على الاقل تتعلم الاساسيات. ازاي تعمل كلمة سر قوية، ازاي تستخدم التحقق بخطوتين، ازاي تتعرف على رسائل الاحتيال، وازاي تحافظ على اجهزتك محدثة ومحمية. النهاردة اللي ما بيعرفش يحمي نفسه اونلاين كأنه سايب بيته مفتوح وبيمشي. وفي 2025 المهارة دي مش بس هتحميك، دي ممكن تبقى سبب في فتح باب شغل كبير ليك، خصوصا ان الطلب على خبراء الامن السيبراني بيزيد كل يوم. فالخلاصة، التكنولوجيا فتحت ابواب كتيرة للفرص، لكن برضه فتحت ابواب للمخاطر، والشاطر هو اللي يعرف يمشي في الطريق وهو متأمن. ممكن تكون أذكى واحد في القاعة وعبقري في مجالك، لكن لو مش عارف توصل فكرتك بشكل واضح وجذاب، للأسف هتضيع وسط الزحمة، وهيجي غيرك أقل منك خبرة ويخطف الفرصة منك. مهارات التواصل مش بس الكلام، دي فن إنك تعرف إزاي توصل المعلومة اللي في دماغك للي قدامك، سواء بالكلام أو الكتابة أو حتى لغة الجسد. دي بتشمل إنك تعرف تتكلم قدام الناس بثقة، تتفاوض وتكسب اللي قدامك، وتكتب إيميلات أو رسائل احترافية تخلي اللي قدامك يحترمك ويتحمس يتعامل معاك. مثال بسيط، اتنين بيقدموا نفس الفكرة قدام عميل، واحد بيشرحها بلغة بسيطة وسلسة وبيستخدم أمثلة قريبة من عقل اللي بيسمعه، وبيرد على الأسئلة بهدوء، والتاني بيتكلم بلغة معقدة مليانة مصطلحات وكلام مشتت. النتيجة، الأول هو اللي هياخد الشغل حتى لو فكرته مش أقوى، لأن العميل حس إنه فاهمه ومرتاح له. كمان مهارات التواصل مش بس مع العملاء، دي مع فريقك كمان. لو أنت مدير أو شغال في تيم، لازم تعرف إزاي توضح المهام، وإزاي تحل الخلافات من غير ما تكبرها، وإزاي تسمع كويس قبل ما ترد. ومش هبالغ لو قلت لك ان اغلب المشاكل في الشغل بتيجي من سوء التواصل، واغلب النجاحات الكبيرة وراها تواصل ذكي. في 2025 الشركات مش بس عايزة واحد شاطر في شغله، لكن كمان يعرف يمثل الشركة قدام العملاء، يكتب تقارير مفهومة، ويعرض افكار تقنع اي حد. فالملخص، مهارات التواصل هي اللي بتحول عملك ومهارتك لفرصة حقيقية، ومن غيرها شغلك هيفضل حبيس دماغك. الذكاء الاصطناعي مش جاي ياخد مكانك، هو جاي يغير طريقة شغلك من الأساس. زمان كنا بنعتمد على نفسنا في كل حاجة، النهاردة مع أدوات ال AI انت عندك كأنك فريق كامل شغال معاك 24 ساعة، ما بيزهقش وما بياخدش أجازات. تخيل كده انك تعرف تستخدم أدوات زي شات جي بي تي في الكتابة والأفكار، ميد جورني في التصميمات، أو حتى أدوات الأوتوميشن زي زابير وميك اللي بتربط كل حاجة ببعض وبتخلي الشغل يمشي لوحده. النتيجة، شغلك هيبقى أسرع 3 أضعاف من أي حد تاني، ودقتك أعلى وإنتاجك أكتر. مثال بسيط، لو أنت كاتب محتوى، بدل ما تقعد 4 ساعات تكتب مقال من الصفر، ال AI يقدر يخلصه لك في 10 دقايق، وانت تضيف لمستك الإبداعية فتطلع حاجة مميزة مش موجودة عند حد. أو لو انت مصمم، بدل ما تبدأ من صفحة بيضة، تقدر تستخدم ميد جورني عشان يولد لك أفكار وصور أولية، وانت تعدل عليها وتطورها. والأجمل من كده، لو انت صاحب بيزنس صغير، ممكن تخلي ال AI يكتب لك خطة تسويق، ويعمل لك جدول للنشر على السوشيال ميديا، ويولد لك أفكار للبوستات، وكل ده في وقت انت كنت هتضيعه على التفكير والبحث. ودي مش رفاهية، دي بقت مهارة أساسية، لأن الشركات دلوقتي مش بيدوروا على حد بيشتغل بالطريقة القديمة، لا، بيدوروا على الناس اللي تعرف تستخدم التكنولوجيا دي لصالحها. الفرق بين اللي بيعرف يستغل ال AI واللي ما بيعرفش، زي الفرق بين واحد راكب عربية سباق وواحد ماشي برجله، نفس الطريق لكن السرعة والنتيجة مختلفة تماما. فالخلاصة، لو لسه شايف ال AI حاجة معقدة أو مش ليك، صدقني اللي مش هيتعلمه دلوقتي هيجي بعد فترة يلاقي نفسه متأخر أميال عن غيره. بص يا صاحبي، العالم دلوقتي أسرع من أي وقت فات،
واللي بيقف في مكانه بيلاقي نفسه اتنسى. التكنولوجيا بتتطور، السوق بيتغير، والمنافسة بقت عالمية، ولو ما طورتش نفسك هتلاقي غيرك سبقك ب10 خطوات. ال5 مهارات اللي اتكلمنا عنهم مش رفاهية، دول تذكرتك انك تفضل موجود وتكبر، مش بس في 2025 لكن كمان في السنين الجاية. احنا بنتكلم عن استثمار في نفسك، وده الاستثمار الوحيد اللي عمره ما بيخسر. ابدأ النهاردة، حتى لو بساعة في اليوم، حتى لو بخطوة صغيرة. مش مهم سرعتك، المهم انك ما توقفش. افتكر السلحفة كسبت السباق لانها كانت ثابتة ومستمرة. انا عايزك تسأل نفسك ايه المهارة اللي هتبدأ بيها. اكتبها في الكومنتات، وممكن اعمل فيديو مخصوص اشاركك فيه احسن المصادر المجانية اللي تبدأ منها فورا. ولو شايف ان الفيديو ده ممكن يغير حياة حد من اصحابك او اهلك، شاركه معاه دلوقتي. يمكن الكلمة اللي هتسمعها النهاردة تبقى سبب انك تبدأ رحلة نجاحك. خلي نهاية 2025 سنة الانجازات مش سنة الاعذار. القرار في ايدك. سلام.